السلام عليكم، صباح الخير من فيلم جديد. على فكرة بنزل الأفلام دي الصبح بدري وبسجلها هنا في المكتب عندي في الشغل. آه. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول عشان ما بحبش أفلامي تبقى طويلة وبقعد ألخبط في الموضوع وبتبقى الدنيا ملخبطة. طيب، جاي البلد دي جديد، جيت أمريكا جديد، وبتحب الكمبيوتر وبتحب البرمجة وبتحب النتورك وبتحب الحاجات دي كلها زي كده. نصيحة: لو ما عندكش شهادة ما تخافش. انا ما عنديش شهاده وما اتخرجتش بشهاده، بس الحمد لله جبت سيرتيفيكتس، حاجات صغيره كده تساعدني اخش في الاي تي وموضوع الكمبيوتر. طبعا اصلا دخلته ازاي يا اسلام؟ أنا دخلته ازاي؟ طبعا لو واحد بيجي امريكا يبقى لسه جديد، لا بيتكلم انجليزي ولا بيعرف عنه اي حاجه، ولا عندك عربيه ولا اي حاجه. فاشتغلت في محل بتاع هدوم لمده 3 سنين. بعد كده اشتغلت سكيورتي لمدة 3 سنين 4 سنين. في السكيورتي كان مفيد، لان السكيورتي طبعا السكيورتي هنا اللي بيشتغل سكيورتي في امريكا معروف عامه، يعني بتكون انت ما بتعملش حاجه، قاعد في الكرسي يا اما بتقعد تلفلف. فكانت حاجه بالنسبه ليا مفيده جدا قوي قوي. انا من النوع اللي بحب اعمل سيرش في اليوتيوب والجوجل زي كده بالظبط، ونفسي اعمل فلوس ونفسي اخش في موضوع الاي تي. فقعدت بقى في كل يوم في السكيورتي كده زهقان كل يوم. سنة عدت، السنة التانية عدت، طب أنا زهقت، أنا يا جدعان أعمل إيه؟ أنا عايز أخش في الأي تي. رحت دخلت في موضوع اسمه كريجليست، موقع اسمه كريجليست كده. آم، زي مواقع إعلانات، تحط فيها إعلان، بتنظف كاربت، بتنظف سجاجيد، بتنظف عربيات. فرحت حاطط إعلان أنا ممكن أصلح لك الكمبيوتر بتاعك. فكذا واحد بعت لي مسج قال لي تعالى صلحولي، امسح الفيروس من الكمبيوتر بديك $70، حاجات زي كده. واحد افريقي من شركة صغيرة قوي اتصل عليا من 8 سنين، قال لي يا اسلام، احنا شركة صغيرة وشفنا الاعلان بتاعك، تيجي تشتغل معانا؟ قلت له ما اشتغل، اه ليه لا؟ قالوا لي هنديك 15 في الساعة، حاجة زي كده. قلت لهم مية مية، قال انا اخش في الاي تي واتعلم. الموضوع كان سهل، كان في ويندوز 7 ويندوز 8. الشركة كانت هتنقل من ويندوز 7 للويندوز 8 وبأجهزة جديدة. كل اللي بعمله بتحط سلك من هنا لللابتوب التاني، توصلهم وتعمل حاجة اسمها مايجريشن، بتنقل الملفات من الويندوز 7 للويندوز 8. موضوع سهل جدا. انا انبسطت، قلت سهل جدا اوي الموضوع ده. شوية شوية بقيت ايه، يجيني ايميلات تانية، ناس عايزة اشتغل. كل مرة اروح اعمل ابديت للسي في بتاعتي ان انا شغال كذا. ومش هكدب عليك، طبعا انا كنت شغال سكيورتي في الشغلات القديمة، طبعا السي في بتاعتك لازم هتكتب فيها الحقيقة. فانا مش هكدب عليك، انا قلت ان انا شغال اي تي وكده وانا كنت شغال سكيورتي، بس يلا خلي الموضوع بيناتنا. المهم، بعد كده خدت الحاجة، دخلت على الكامتيا وخدت سيرتيفيكت اسمها الاي بلس، وخدت حاجه تانية اسمها النتورك. دول ساعدوني بجد قوي 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 قوي. خلي على فكره كلامك ده، ما عنديش شهاده، ما عنديش، اتخرجتش من الجامعه، كل اللي عندي بس سيرتيفيكيشن الاتنين دول، والحمد لله الدنيا. ربنا يكرمكم برضو زي كده ويكرم الجميع. فالفيلم ده ان شاء الله يكون يساعد الناس اللي بتحب الكمبيوترات وعايز تخش في موضوع الكمبيوتر وعايز تتعلم الكمبيوتر. لان بيني وبينك كواحد مش امريكي، ال تي بجد فيه فلوس. انا ساكن في ناحيه واشنطن دي سي، الايست كوست، مش جنب كاليفورنيا. كاليفورنيا بعيده قوي من، انا ساكن جنب البيت الابيض هنا في واشنطن دي سي. فالفلوس هنا في الاي تي بجد احسن. لو انت بتحب الكمبيوتر بتبقى الشغل هيبقى بالنسبه لك سهل قوي يعني، بس مش سهل. طيب خلينا نخش في الموضوع بجد. انا فتحت الموقع عشان اوريكم انتوا تجيبوا الكامتيا سيرتيفيكت ازاي لما تيجي امريكا، ولا حتى من بره امريكا ينفع تعملها. الموضوع مش سهل. فتجيب الشهاده منين وتقدم فين، هكتبهم لك تحت وهوريهم لك دلوقتي، ان شاء الله يساعدك الموضوع ده. فادي الكامتيا، شايف كامتيا اي بلس. تجيب الشهاده دي وتبقى مية مية.
بعد كده عندك تاني النتورك بلس اللي هي دي. وبتكلم معاك بجد، تجيب الشهادتين دول بتبقى 100. لو بقى عايز تعرف بياخدوا كام، طيب يا سلام، انا عايز اعرف الشهادة دي بتاخد كام، تروح على resource هنا، وتروح على IT salary calculate هنا، تدوس عليها، وهنا بقى ايه مكتوب لك ايه select IT occupations. انت عايز يعني عايز تخش ايه، عايز تشتغل data analyst، عايز تشتغل cyber security، عايز تشتغل repair technician، عايز تخش في النتورك، عايز تخش في السوفت وير ديفلوبمنت. كل حاجة هنا ينفع تكتبها وتدوس عليها وتشوف الاسعار كام. فانا اديك انا باخد يعني انا في الفيلد بتاعي انا سيستم ادمن ماشي. انا في الادفانس كارير، انا بقالي بتاع 9 سنين دلوقتي شغال في الموضوع. فانا اقول انت لسه جديد هتكتب ميد لسه early career يعني لسه جديد. لما تشتغل اول شغلانه هيدوك 56,000 دولار في السنه، فمش وحشه كبدايه. مجرد ما تجيب الشهاده دي يدوك 56,000 دولار، مش وحشه ماشي. فنقول انت جبت الشهاده دي، جبت شهاده من الشهادات دي ماشي. وعلى فكره هي خفيفه ومش صعبه قوي. تروح ايه تعمل السي في بتاعتك وتروح مقدم ايه، تروح على مونستر الموقع ده ماشي. تعمل لوجن، تعمل ساين ان وكده، وتعمل ابلود للسي في بتاعك. تعمل لود للسي في بتاعك اللي هي هنا في امريكا بيسموها الريزومي. تعمل لها ابلود في مونستر، وتعمل لها ابلود في انديد، وان شاء الله ايميلات هيجيلك، ناس تبعت لك ايميل، وانت بقى براحتك تشوف. فانا لما عملت الموضوع ده اول مره سقطت في الانترفيو، تاني مره سقطت في الانترفيو، تالت مره سقطت في الانترفيو، سقطت 20,000 انترفيو، بس الحمد لله اتعلمت. فكل انترفيو خدته لما قعدوا يسألوني اسئله وانا مش عارف اروح اكتب السؤال كان ايه بالظبط، السؤال كان ايه، اكتب 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 لحد ما عرفت الاسئله كلها وعرفت اجاوبها ازاي. اخد السؤال اروح على جوجل اعمل بحث عنه، فهمني، واحفظه لحد بعد 20 انترفيو. الحمد لله نفعت ودخلت الاي تي، ودلوقتي بقى عندي اكسبيرينس حلوه الحمد لله. فبجد نصيحه نصيحه نصيحه، لو انت بتحب الكمبيوتر وليك في الكمبيوتر، مفيش اسهل من شغل الكمبيوتر في امريكا. ان شاء الله الفيلم ده يعجبك، وان شاء الله يكون يساعدكم. لو عايزني، لو في حاجه مثلا انا ما قلتهاش ولا اتلخبطت فيها، اكتب لي تحت في الكومنت وانا ممكن اعمل لك فيلم تاني عليها. يلا مع السلامه، تشاو.